بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة المطبخ لعبتي. هنعمل مع بعض النهاردة حلاوة المولد. هنعمل السمسمية والحمصية. المقادير سهلة قوي والمكونات سهلة جدا، بس أنا بصراحة أول مرة أعملها أصلا، ما عملتهاش قبل كده. وكنت خايفة أعملها، بس ما شاء الله النتيجة كانت كويسة وكانت مرضية يعني. الأول نص كيلو حمص، نص كيلو حمص متقشر طبعا. وهنحط كوباية سكر، بنفس الكوباية هنعاير نص الكوباية مية، يبقى كوباية سكر نص الكوباية مية، ونحطها تغلي. أول ما تغلي نعصر عليها عصرة ليمون. في نفس الوقت بنحمص الحمص، حتى لو هو متحمص بنحمصه على النار، منبطلش تقليب. احنا عايزينه سخن جدا وعايزينه متحمص قوي، فهنفضل نحمص لحد ما السيرب بتاعه يستوي خالص، ويبقى يبقى اللي هو نختبره كده فنلاقيه بيتكسر. نحطه في ميه بارده نلاقيه زي الازاز كده وبيتكسر، مش طري. هنفضل نقلب لحد ما يتحمص خالص، والسيرب في نفس الوقت يكون وصل للمرحله اللي احنا عايزينها. ف الطريقه سهله جدا، ما كنتش متوقعه ان هي تبقى سهله قوي كده، فلو جربتوها هتلاقيها اسهل مما تتخيلوا. اهم حاجه ان انا ما ببطلش تقليب طول ما الحمص او السمسم على النار، ما ببطلش تقليب نهائي، لان لو وقفت ثواني بس هتلاقيه من تحت اغماء او لدع او اتحرق. طبعا كل شويه بختبر الشربات اللي على النار، كل شويه اختبر اشوف وصل للمرحله اللي انا عايزاها ولا لا. هي الفكره ان انا بجيب شويه بمعلقه لما احس ان هو تقل شويه مش وهو خفيف، واحط في كوبايه شويه ميه ساقعه، وبعدين احط نقطه. لو لقيت النقطه دي تمسكها بايدي، لو لقيتها جامده فكده تمام، احنا وصلنا للمرحله اللي احنا عايزينها. لو لقيناها لسه بقى مش جامده او دابت او كده فلسه بدري. حطينا بس شويه فانيليا اهو. و... وعلى فكره انا حطيت مع معلقه مع السكر والميه، حطيت معاهم معلقه عسل نحل. حط معلقه فانيليا، وواضح ان هو لسه خفيف عشان هيرجع النار تاني. باين عليه اصلا ان هو لسه خفيف، المفروض يبقى تقيل ويبقى وصل للمرحله ان هو لما ينشف خلاص هيبقى صلب، مش هيبقى مرن خالص. في بقى التركه اللي هي بقى اول مره اعرفها اصلا. لما ابص المرحله اللي احنا عايزينها بنحط في سنه بيكنج صودا، كربونات الصوديوم يعني. دي بتاعت الحلويات اللي انا بحطها في الحلويات. لو مش موجوده بتحطي بيكنج باودر عادي، وبتقلبي لحد ما يحصل الفوران ده. المفروض تحطي في المرحله دي لو انت حابه معلقه سمنه بلدي، بس انا خفت بصراحه احط سمنه بلدي، قلت هتخليها مش ماسكه قوي يعني. ف فما حطيتش سمنه بلدي. المكسرات دلوقتي سخنه نار، اللي هو الحمص سخن نار، فانا انزله في السيرم واقلب بسرعه بسرعه بسرعه، وبعدين اصبه في حاجه مدهونه زيت بسرعه. كل ده المفروض في ثواني، لان لو شد انا مش هعرف اتحكم فيه. المهم ان انا عايزه الفوران ده يبقى موجود. في ثواني بقى هصبه في البايركس ده اللي انا دهناه زيت اصلا. المفروض كل الحاجات اللي انا بستخدمها دي مدهونه زيت، يعني النشابه دي مدهونه زيت اصلا، هو مع ان هي مسك فيها شويه بس هي كانت مدهونه زيت، اتحطها في طبق فيه زيت. فكده تمام معايا، اتظبطت وضغطت عليها شويه، وبقت كويسه. هسيبها تشد وبعدين اقطعها، تشد شويه وبعدين اقطعها، يعني اعلمها وبعدين اقطعها خالص لما تهدى خالص. ده بقى السمسم، حتى السمسم برضو على النار. وده السيرب اهو، نص كوبايه ميه وكوبايه سكر نفس الكوبايه، نحط عليهم معلقه عسل، ولما يغلوا شويه نقوم عصرين نص ليمونه، وبعدين نحط معلقه فانيليا، سنه فانيليا، وفي الاخر بقى نحط البيكنج باودر. سهله جدا، انا ما كنتش اتوقع ان هي بتبقى سهله كده، او النتيجه هتبقى كده. انا كنت بعمله وانا خايفه وبصور وانا حاسه ان انا مش هنزل الفيديو، بس بصراحه يعني لا، طلعت حلوه وتستاهل. الحمص بقى انا كنت جايباه مش جايباه ني خالص، اللي هو ابيض خالص، مش متحمص خالص خالص، فخد وقت معايا شويه في التحميص. بس برضو اهم حاجه التقليب المستمر، ما سيبوش ثانيه، لان الحمص حبايته صغيره
وبيتحرق بسرعه، فلازم كل شويه اقعد اقلب. كده انا حطيت العسل باين هو. وكل شويه اشوف اختبره واشوفه نفعت ولا لا. هحط عصره ليمونه لان هو غلى، وكل شويه بعد عصره الليمونه دي بقى كل شويه اختبره اشوف هو بيبقى باين على قوامه يعني. فلو القوام تقل شويه بيبقى باين ان هو خلاص كده هنختبره. طول ما القوام خفيف ما تختبروش لان هو كده ميه بسكر اصلا. فاول ما بيبدا يتقل بنشوفه عشان ايه نوصل للمرحله اللي احنا عايزينها. ما نبقاش عايزينه يبقى، احنا مش عايزينها تبقى سايبه قوي، احنا عايزينها ناشفه اللي هو بقطم. حمر بقى الحمص كويس مع التقليب طبعا. وانا اللي كان مطمني شويه ان اصلا الحمص مش متحمص. لو الحمص متحمص بقى ده هيبقى الموضوع مقلق، لان انت تحطيهوش من الاول، ما تحطيهوش من اول ما تحطي على النار، حطيه في الاخر وانت بتحطي الليمونه كده اللي هو ايه دقيقتين 3 على النار بس يسخن وياخد لون كده. حطيت الفانيليا وقلبته وهرجعه على النار تاني. عارفه انتوا ممكن لو حد عايز يجربها في ربع كيلو مش نص كيلو. عامه يعني هو الحمص كان نص كيلو وال والسمسم نص كيلو، فاحنا ممكن نجربها في ربع كيلو. جربوها كده وان شاء الله تظبط معاكم. انا بختبر في الكوبايه اهو، لقيتها لسه ما اتعملتش. سبتها شويه بعدين ما استوت اهي. حط بقى فيها معلقه البيكنج بيكنج صودا البيكربوناتو، وبعدين ايه هصب عليها السمسم وبسرعه اقلب بسرعه. السمسم ده انا كنت بعمله وهو سخن جدا، فاصلا الحمد لله يعني اتلسعت شويه بس مش مشكله. المهم ان هو طلع حلو في الاخر. ثواني بقى نعمل ونحط في نقلب في البايركس ونقطع ونعمل. عايزه اقول لكم ان هي ما خدتش وقت اصلا، ما خدتش وقت خالص يعني، سهله جدا. مش عارفه احنا ما كناش ليه بنعملها قبل كده. هنصب نقلب في انا حسيت ان السمسم شد بسرعه، فانا حتى هو بينزل بصعوبه اصلا. ف عايزه اخلص بسرعه عشان ما ينشفش عشان الحق اقطع وكده. فربنا ييسر. المفروض كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها يبقى عليها زيت، تبقى مدهونة زيت عشان تسهل علينا عملية الفرد وتبقى الدنيا مظبوطة شوية. انا جبت هنا البايركس الاصغر من ده ودوست على السمسم، بس مش عارفة انا صورت الحتة دي ولا لا. فحطيته في قلبها، دهنته كده من القاع كده من بره، دهنته زيت وحطيته ودوست عليه، فكانت مضغوطة وكويسة الحمد لله يعني. اللي كان في المرحله دي كان سخن جدا، لسه اصلا ما شدش ولا حاجه الحمد لله يعني، بس انا كنت خايفه يشد. الحمد لله يعني حلو. هو التقطيعه ما طلعتش مظبوطه زي ما انا كنت عايزه، بس حلو الحمد لله. والحمصيه برضه هي ما شاء الله يعني. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس.